السلام عليكم. اليوم حضرت لكم وصفة جديدة وخفيفة وبنينة بزاف، شيفلور بطريقة مستحيل ما تعجبكم. كويرات ذهبية في صوص خفيفة وبنينة، طعمها رهيب، ما راح تحسوا بالشيفلور كامل. نبداو على بركة الله. ناخذ راس الشيفلور متوسط او حسب الكمية اللي حابين تديروها، نغسلوها مليح بالملح باش نقيوه، من بعد نقطعوه ونحطوه ويطيب في كسكاس مع شوية ملح وفلفل اسود. نخلوه حتى يطيب تقريبا 90%، يعني ماشي طيب كامل، باش يبقى فيه شوية قوام. في كاسرونة نحط ربع صدر دجاج، شوية زيت، نضيف بصلة مقطعة وثوم ونخليهم يتقلاو شوية حتى يذبلوا. ومن بعد نضيف طماطم مرحية مع شوية طماطم مصبرة. بالنسبة للتوابل، ملح، فلفل أسود، راس الحانوت وفلفل عكري. نخلي الكل يتقلى على نار هادية حتى يبان الزيت على الوجه وتخرج النكهة مليح. من بعد نزيد شوية معدنوس ونضيف الحمص. بعد ما يتقلى كلش مليح نمرق ماء سخون ونخليه يطيب. وفي هذا الوقت نرجع للشيفلور بعد ما طاب، نرحيوه نعصره مليح باش نحيو الماء كامل. من بعد نضيفوا له ربع صدر دجاج مرحي، ربع بصله مرحيه، معدنوس، ثوم، ملح، كمون، فلفل اسود وفلفل عكري وحبه بيض. نخلطوا كلش مليح حتى يتجانس. من بعد نضيفوا 2 ملاعق كبار خبز مرحي يعني شابلور باش يعطينا قوام مليح ويسهل التشكيل. نشكلوا كويرات كيما الكفتة. من بعد نرمدوهم شوية في الفرينة. ونقليهم في زيت سخون على نار متوسطة حتى يولي لونهم ذهبي ويشهي. بعد ما مرت حوالي 20 إلى 30 دقيقة للصوص، نضيف كويرات الشوفلور ونخليهم يكملوا طياب من الداخل ويتشربوا نكهة. والنتيجة شكل يشهي وطعم ولا أروع. وصفة خفيفة وما تحسوش بالشيفلور نهائيا. جربوها وقولوا لي رأيكم. ما تنسوش تدعموني بلايك والسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.